محبي قناة أخبارك، نتمنى لكم فرجة ممتعة المرجو عمل لايك واشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار والمشاهدة الجديد دائما. ذكر مصدر دبلوماسي موريتاني لوسائل إعلام محلية رفض الحكومة الجزائرية حتى الآن الرد على رسالة من نظيرتها الموريتانية تسلمتها عبر سفير بلادها لدى نواكشوط نهاية الأسبوع المنصرم، تطلب فيها الفوري عن أكثر من 3 موريتانيا احتجاج الجيش الجزائري، وهم ينقبون عن الذهاب بولاية تيرس أزامور شمال موريتانيا القريبة من ولاية تندوف الجزائر. وحسب ذات المصدر، لم تتلقى حكومة نواكشوط أي تقرير من الجزائر يتعلق بمواطنيها المحتجزين. وكان الجيش الجزائري أصدر في وقت سابق بيانا صحفيا قال فيه إنه في إطار حملة يشنها على المهربين والجماعات الإرهابية احتجز 9 موريتانيين داخل التراب الجزائري. واعتبر بعض المراقبين امتناع الحكومة الجزائرية عن التجاوب السريع مع رسائل متكررة وصلت عبر قنوات دبلوماسية متعددة من جارتها موريتانيا، ومناشدات علنية تطالبها بالإفراج عن المحتجزين الموريتانيين بمثابة استهزاء وتعكس في نظر البعض فترا بدأ يخيم على علاقات البلدين الجارين.